عايزه اقول لكم النهارده على افضل انواع البط اللي هو بديل للفراخ البيضاء وافضل منها كمان. تابعوني في الفيديو للنهايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يا جماعه انتوا تكونوا بخير وبصحه وسعاده وراحه بال. نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. جاي اقول لكم على البديل. هو في بديل للكتكوت الابيض؟ في بديل ليه. عايزه اقول لك على حاجه. طالما ان في حاجه ممكن نربيها وتكبر وتمنها ارخص من الكتكوت الابيض وفي نفس الوقت بتديكي انتاج احسن ونفس المده او تزيد عليها 5 أو 10 ايام بس، ليه ما نعملش كده؟ عايزه اقول لك البط اللي جوه ده بط مولر. المولر ده بالصلاة حبيبك المصطفى طبعا من انواع البط المعروفة الحلوة جدا في التربية. اللي بيكبر معاكي بالصلاة حبيبك المصطفى بسرعة عليه افضل الصلاة والسلام. وما بيبقاش مربي دهون اصلا. وانا بفضل الله البط اللي احب اربيه اختار النوع الكويس اللي هو ما يربيش دهون، بحيث ان لما تيجي حتى تاكليه او تبيعيه يبقى محبوب بالنسبه للناس. جاي اقول لك بقى على افضل انواع الكتاكيت في البط. بصي، انت الكتكوت الابيض حاليا بيقولوا ان انا ما اشتريتوش لسه، بس بيقولوا معدي ال20 جنيه. تمام زي الفل. طبعا الكتكوت الابيض والفراخ البيضاء عموما دي محبوبة بالنسبة لناس كتيرة جدا. تقريبا هي أكلة مصرية بصميم، يعني اللي مفيش بيت في مصر ما يحبش الفراخ أو البانيه أو إنه يعمل كفتة أو الحاجات دي بالفراخ البيضاء. بس أنا عندي نوع من أنواع البط اللي انت ممكن تعملي معاه نفس النظام. الكتكوت ده، البطاية الشرفان دي. الشرفان ده سعره أرخص من سعر الكتكوت الأبيض. يعني ممكن تجيبي بطتين عمر يوم بمقام كتكوت واحد عمر يوم من الكتكوت الأبيض. بصي بقى الفرق. طيب هل تعادلي البطاية دي بالكتكوت الأبيض؟ هقولك أفضل كمان منها. دي اسمها بطاية بطة. البط الشروفان يا جماعة أقصى حد ليه في إن هو يكبر معاكي هو 3 كيلو ونص، عشان محدش يضحك عليكي ويقولك إن هو ممكن يكبر عن كده. 3 كيلو ونص. 3 كيلو ونص بس يا بطة أقولك هو بيكبر 3 كيلو ونص. الميزة فيه بقى واللي أنا بحب أربيه البط ده بالذات مع المولر إن هو ما بيربيش جهن. لحمه أحمر. بيكبر معاكي في خلال 45 يوم. بالصلاة حبيبك المصطفى 45 يوم، يعني 50 يوم تبقي دابحة البطاية قشطة زي الفل، وتبقى ناطرة ريش ولحمها احمر وما فيهاش دهون. طب ده الافضل اقولك طبعا. يعني اربي بطايه ولا اربي كتكوت ابيض؟ يعني هل هتعادلي الفرخه البيضه زي البطايه اللي ممكن تعملي عليها زي ما بيقولوا حله محشي؟ البط بط والبط يوكل. ده اللي كنت عايزه اقوله لك. في ناس اصلي سالتني هو ايه افضل انواع نربيها بدل الكتكوت الابيض، وخاصه بقى خلي بالك الافضل اللي انا بحب اربي الكتكوت البطايه دي. مثلا يخرجوا بره. تعالي كده يا بيض. الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. لو خرجوا بره مش عارفه اجيب. عايزه اقول لك ان البطايه دي الميزه بقى فيها، انا بقول لك الميزه عن تربيه الكتكوت الابيض هو كل حاجه ليها نظامها. البطايه دي بتاكل اول 10 ايام اعلاف فقط لا غير. انا اضرب اعلاف بس. باجي بعد كده ما بمنعش العلف مره واحده، بقلل كميه العلف بالتدريج. بتحطي كيلو، بتحطي كيلو الا ربع، بتحطي نص، بتحطي ربع، بالتدريج كده. لان منع العلف نهائي عن الطير بعد ما تكوني بتاكلهوله ده بيخليهم ياكلوا ببعضهم، لانه بيفتقدوا نسبه ملوحه معينه بيحتاجوا. طب كده اتفقنا. اما بقى الفراخ البيضاء فهي طبعا حلوة، بس هي مكلفة شوية ان هي ما بتاكلش اي حاجة خالص. هو حد يقولك ان ممكن تاكل اي حاجة تانية غير الاعلاف فقط لا غير. علف فقط لا غير. هي ده بقى الفرق، ان دي موفر في التكلفة لو انت عايزة بقى توفير في التكلفة.
ان البط الشوفان طبعا موفر في التكلفه. انت بتاكليه اكل بيت، بواقي اكل، بنجيب قمح ونسلقه، نبشر بطاطس، نحط خضره، نبشر بطاطا، اي حاجه بتحطيها بياكلها. اما الفراخ البيضه لا، هي علف فقط لا غير، من اول يوم لحد يوم الذبح. عرفتي بقى الفرق ايه؟ ده اللي انا بفضل بايه. هي الميزه توفير في التكلفه، بس طبعا إن جينا على الطعم البط احلى ولا ايه؟ ده اللي كنت عايزه اقوله لكم، وده الفرق بين الكتكوت الابيض والكتكوته البطايه ديت. ودي بتكبر معايا في 45 يوم، اما الفراخ البيضه طبعا فهي يعني قولي من 30 35 يوم 40 يوم بتبقى معاكي زي الفل. تمام كده اهو. دي بتديكي 2 كيلو ونص الكتكوت الابيض لما بيبقى فرخه، لكن دي بتديكي 3 كيلو ونص، ونفس المده ما بتزيد بس عليها حوالي 10 ايام او 15 يوم فقط لا غير. طب يبقى اني الافضل بقى في التربيه؟ انا بقول الافضل في التوفير، والافضل طبعا في الطعم. البط حاجه تانية خالص. ده اللي كنت عايزه اقوله لكم. تابعوني بقى في فيديوهاتي وبتبسط بتعليقاتكم، واللي عايز اي استفسار انا تحت امره، ولو اقدر هعمل. اسيبكم بقى دلوقتي في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.